سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، أرحب بكم في بداية هذا البرنامج الإيماني العلمي المبارك لنعيش رحلة إيمانية في رحاب آيات هذا الكون وفي رحاب آفاق النفس. فالله تبارك وتعالى تعهد في كتابه الكريم أنه سيجعل كل مشكك بهذا الكتاب العظيم يرى آيات الله تبارك وتعالى ومعجزاته في الكون وفي النفس حتى يتبين لهم أنه الحق. الله تبارك وتعالى يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. الله عز وجل أودع في رحاب هذا الكون الكثير من الحقائق العلمية، والحقيقة أيها الأحبة آتى الله عز وجل كل الرسل معجزات. المعجزة هي سلاح قوي جدا أيد الله بها رسله الكرام لتكون وسيلة لهم في دعوتهم لقومهم، كبرهان ودليل على صدق رسالتهم من الله تبارك وتعالى. فسيدنا موسى عليه السلام أعطاه الله معجزة العصا التي تنقلب ثعبانا، وهذه المعجزة جعلت السحرة الذين هم أشد كفرا ونفاقا جعلتهم يخشعون لله تبارك وتعالى ويؤمنون بالله، مع العلم أنهم قبل لحظات كانوا من كبار الملحدين والمنافقين، ولكن عندما رأوا هذه المعجزة، معجزة سيدنا موسى عليه السلام انقلاب العصا إلى ثعبان مبين، آمنوا، سجدوا لله تبارك وتعالى وآمنوا بالله عز وجل، ولم تعد الدنيا همهم، أصبح همهم هو الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الأحبة، الإعجاز يعني هو وسيلة قوية جدا لتقوية الإيمان وزيادة اليقين ولإقناع غير المسلمين أيضا. لذلك نحن من خلال هذه الحلقات التي نحاول في كل حلقة أن نسوق موضوعا علميا تم اكتشافه حديثا في العصر الحديث وأثبته العلماء بشكل يقيني، ولكن اتضح أن القرآن العظيم قد أشار إليه بشكل واضح قبل 14 قرنا بما يشهد على إعجاز هذا القرآن. هذه الحقائق أحبتي في الله سوف تكون وسيلة لنا لنقوي إيماننا بالخالق عز وجل. فالإنسان عندما يقرأ القرآن ويتأمل الآيات الكونية ويرى ما كشفه العلماء حديثا، فهذا الامتزاج بين العلم والإيمان يعطي أثرا نفسيا قويا في أعماق المؤمن لمزيد من اليقين بالله تبارك وتعالى. سيدنا إبراهيم عليه السلام الله عز وجل جعله يرى ملكوت السماوات والأرض. لماذا؟ قال عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات وليكون من الموقنين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أي أن التأمل ورؤية الآيات الكونية في الأرض والسماء والكون تجعل المؤمن يصل إلى درجة اليقين. فإذا كان هذا حال خليل الرحمن عليه السلام، كان يطلب أن يرى هذه المعجزات، كان يطلب دائما أن يرى معجزة تثبته على الحق. إبراهيم ماذا قال؟ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. فقال له الله تعالى: قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن سيدنا إبراهيم كان مؤمنا ومن أكثر الناس إيمانا بالله عز وجل، كيف لا
وهو خليل الرحمن سبحانه وتعالى، ولكنه كان حريصا على مزيد من رؤية هذه المعجزات ليحصل على مزيد من الإيمان واليقين بالله تبارك وتعالى. نحن أيها الأحبة في هذا العصر بأمس الحاجة لرؤية هذه المعجزات. وقبل أن ندخل في الكثير من الحقائق العلمية والكونية وفي مجال النفس وفي مجال التشريع، كلها حقائق يعني جاء بها القرآن قبل 14 قرنا، والعلماء اليوم يثبتونها. يعني في كل يوم هناك أبحاث كثيرة علمية عندما نطلع عليها نجد أن القرآن قد أشار إليها أو أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر عنها. قبل ذلك دعونا نضع ضوابط للإعجاز العلمي، لأننا الحقيقة نتعامل مع كتاب عظيم جدا هو كتاب الله تبارك وتعالى. يعني نحن في المختبر نتعامل مع مواد كيميائية وفيزيائية وغير ذلك، فالخطأ ليس فيه مشكلة، ولكن الخطأ في كتاب الله كارثة. أن يقول الإنسان برأيه أو يحمل الآية القرآنية ما لا تحتمل من معاني أو يغير معاني القرآن، فهذا أمر خطير جدا ينبغي أن نحذر منه، وأن يعني يكون نبني إيماننا على أساس علمي متين، وأن تكون هذه المعجزات التي نستنبطها من كتاب الله عز وجل أن تكون مبنية على ضوابط. أهم شيء أيها الأحبة أن تكون دلالة الآية واضحة تماما وتتفق مع الحقيقة العلمية. يعني عندما أخبرنا الله تبارك وتعالى عن مواقع النجوم مثلا، قال عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. أثبت العلماء حديثا أن كل النجوم في الدنيا تتحرك، وتتحرك بسرعات كبيرة جدا، يعني آلاف الكيلومترات في الثانية الواحدة. هذه الحركة السريعة تجعل من هذه النجوم تغير مواقعها باستمرار، ولكننا عندما ننظر إليها لا نرى النجم في مكانه الحقيقي، لأن ضوء هذا النجم يستغرق زمنا حتى يصل إلينا. يعني مثلا عندما ننظر من خلال التلسكوبات إلى مجرة تبعد فرضا بحدود 65 مليون سنة ضوئية عنا. طبعا السنة الضوئية أيها الأحبة هي ما يقطعه الضوء في سنة، لأن الضوء لا يسير بلمح البصر، إنما يحتاج لزمن. ففي كل ثانية يقطع الضوء 300 ألف كيلومتر. إذن سرعة الضوء 300 ألف كيلومتر تقريبا في الثانية الواحدة. يعني المسافة بين الأرض والقمر بحدود أقل من 400 ألف كيلومتر يقطعها بثانية وربع تقريبا الضوء. تصوروا أن الضوء إذا أرسلنا شعاع ضوئي ليزر إلى سطح القمر فإنه يصل خلال ثانية وربع فقط. الشمس ضوءها لا يصل لنا إلا بعد 8 دقائق من شروق الشمس، لأن المسافة بين الأرض وبين الشمس بحدود 150 مليون كيلومتر. هذه المسافة الضوء يسير خلالها 8 دقائق حتى يقطعها. النجوم الأبعد والمجرات البعيدة هناك مسافات هائلة جدا في الكون، لذلك تستغرق هذه النجوم أحيانا ضوءها يستغرق مئات السنين وملايين السنين، وأبعد مجرة مكتشفة تبعد عنا 30 ألف مليون سنة ضوئية. تصوروا معي أيها الأحبة، الضوء يقطع في ثانية واحدة 300 ألف كيلومتر. تصوروا في السنة يقطع بحدود 9.4 مليون كيلومتر، أي تريليون. يقطع 9.4 تريليون كيلومتر في السنة. فتصوروا كم يقطع خلال مليون سنة، وخلال 1000 مليون سنة، وخلال 30 ألف مليون سنة. يعني مسافات هائلة جدا. لذلك قال تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه القضية التي لم يراها العلماء إلا حديثا في العصر الحديث،
قضية مواقع النجوم، أي أن الموقع الحقيقي لهذه المجرة البعيدة لا يعلمه إلا الله تعالى، لأننا نرى ضوءها قبل 60 مليون سنة. يعني مثلا لنتخيل أن شخص يعيش على هذه المجرة التي تبعد عنا بحدود 60 أو 65 مليون سنة ضوئية طبعا. لو قدر له أن ينظر إلى الأرض لن يرى الأرض اليوم، سيراها ما قبل 60 أو 65 مليون عام عندما كانت الديناصورات موجودة مثلا. تصوروا يعني هناك مسافات هائلة في الكون، والضوء يحتاج لزمن كبير ليقطعها، وبالتالي نحن لا ندرك هذه المجرة أين أصبحت، لأننا نراها ما قبل 65 مليون عام أو ما قبل 100 مليون عام حسب بعد المجرة. الآن أيها الأحبة، القرآن أقسم بهذه الظاهرة، ظاهرة مواقع النجوم، عندما قال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هنا حدث التطابق أيها الأحبة بين الحقيقة العلمية المثبتة بلغة الأرقام وبين كلام الله تبارك وتعالى: فلا أقسم بمواقع. لم يقل فلا أقسم بالنجوم، هناك آيات قسم أخرى، البحر المسجور والجبال وغير ذلك، ولكن القسم بالنجوم جاء على صيغة فلا أقسم بمواقع، والمواقع أي المكان الحقيقي للنجم غير الذي نراه، لأننا نرى النجوم قبل أن تتحرك من مكانها، يعني حسب بعدها عنا. الشمس لا نراها في اللحظة التي تشرق فيها، إنما نراها بعد 8 دقائق، هناك زمن يفصل. لذلك هذه الآية من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وهكذا أيها الأحبة نصل إلى حقيقة علمية نؤكد من خلالها أن أهم ضابط من ضوابط الإعجاز العلمي أن يكون هناك تطابق بين الآية العلمية أو الآية الكونية وبين الآية القرآنية، تطابق كامل يشهد على صدق هذا القرآن. الضابط الثاني أيها الأحبة سنعيش معه في الحلقة القادمة بإذنه تعالى، وإلى لقاء قريب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.